السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبتي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وعافية وصحة وستر ورضا من الله. نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله. اللهم اني اسألك التقى والعفاف والغنى والستر والرضا لي وليكم ان شاء الله. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، يقعد عليكم بخير وصحة وعافية وستر وسعادة يا رب. وكل حد بيتمنى حاجة ربنا ينولها له وينجح ولادنا في المدرسة ويجعلها سنة سعيدة على الجميع إن شاء الله. عشان أسف عندي برد والله، تعبانة جدا. بصوا هنعمل النهاردة قلقاس مفرزاه في الفريزر، وقلت بقى ايه تغيير يعني، نغير في الأكل. أنا بعمله ايه، بحط اللحمة مع القلقاس تستوي. طبعا هحط في حلة الضغط عشان ما ياخدش وقت، لأن في الفريزر بياخد وقت شوية، أما بتحطيه في الفريزر بياخد وقت. والسلق بكون مجهزاه زي ما انتم شايفين كده اهو، بحطه في الفريزر. السلق اخضر اهو. انا ما بحبش اسوي السلق في السمنه، لا بعمله كده في الخلاط، اغسله واسلقه واضربه في الخلاط، اسلقه وبعدين اضربه في الخلاط واحطه على القلقاس. هنمشي مع بعض خطوه بخطوه. دلوقتي هحط القلقاس مع اللحمه على النار، وما يستوي هنشوف هنعمل ايه. خليكم معايا، يلا بينا نحط القلقاس على النار. هنا القلقاس مع اللحمه اهو، هقفل حله الضغط عليه وهنحطه على البوتاجاز يستوي. وما يستوي هنكمل نشوف هنعمل ايه بعد كده. خليكم معايا. بصوا حبايبي، انا هنا ايه الكزبره اهي غسلتها، هضربها في الكبه الصغيره. عندي كبه تانية طبعا كنتوا شفتوها في الفيديو قبل كده، بس انا هضرب دي في الكبه الصغيره اهي، عشان دي اللي هحطها على القلقاس اهي. اضربها. ما عندكيش كبه ممكن تدقيها في الهون، تخرطيها كده حتت صغيره خالص وتدقيها. طبعا كل البيوت فيها خلاطات دلوقتي، ممكن في الكبه بتاعه الخلاط زي ما انا بعمل اهو، اللي هي الكبه الصغيره. خلاط التاني في خلاطات انواع طبعا، اي كبه بتتح. بصوا حبايبي، ضربت الكزبره زي ما انتم شايفين، ضربتها في الخلاط اهو. انا بعمل بطريقه بسيطه وخفيفه، وما مبقاش فيه يعني دسم كتير. في ناس بتقلل السلق يعني بتحمره مع الكزبره، انا ما بعملش كده. انا بسلق السلق وبعدين بعد ما بسلقه اهو زي ما وريتهولكوا بفرزه في الفريزر. مثلا لو حبيت في اي وقت من السنه اطلع القلقاس بطلعه. دي كزبره اهي، بحطها ايه، بطلع الثوم واحط الثوم معاها على النار هاديه خالص لحد ما تتحمص وتتحمر، وبعد كده بضيفها على القلقاس. طبعا هنمشي مع بعض خطوه بخطوه، بس عايزه اقول لكم الطريقه دي سهله قوي قوي قوي. البنات الحلوين الصغيرين اللي هم المبتدئين، اللي هم يعني لسه بايه بيتعلموا سنة أولى طبخ، يعني إن شاء الله بإذن الله يعرفوا يعملوا كل حاجة بإذن الله، زي ما إحنا كنا صغيرين ما كناش بنعرف نعمل. عملنا واحدة واحدة، غلطنا مرة اتنين تلاتة، مش مشكلة إنك تغلطي، المشكلة يعني إن أنت متعرفيش تعملي حاجة. نغلط كتير وما نغلط هنعمل حاجات أحسن وإيه، وكل حاجة بتعرفي تعمليها بأمر الله. حبايب السلق اهو، زي ما قلت لكم سلقته، كنت سلقاه وحطاه في الفريزر بفرزه اهو. جهزت الكزبره وهجهز السلق قصدي وكزبره. وما يستوي القلقاس هنشوف هنعمل ايه مع بعض. بصوا هنا يا حبايبي، جبت الكزبره اهو زي ما انتم شايفين، اللي انا ضربتها في الكبه. هنحمرها شويه اهي. بصوا حطيت حته سمنه عليها وهبتدي احمرها اهو. احط عليها الثوم. انا بس حمرتها شويه عشان ما اطولش عليكم الفيديو يعني. هنا بقى القلقاس اهو، بص هوريهولكم بقى زي الزبده اهو. حطيته في حله الضغط اهو، بصوا اهو شايفينه اهو، استوى خالص اهو اهو مع اللحمه استوت برضه اهي خالص. هحط بقى ايه على القلقاس السلق واسيبه يغلي غلوتين على ما ايه، على ما احمر الكزبره. هولع اهو على القلقاس اهو. بس عايزه ايه اوريكم خطوه بخطوه كده. احمر اهو الكزبره اللي انا ضربتها في الكبه، هحط فيها حته توم اهي، تخلي القلقاس جميل. وبعدين ايه، ما تنسيش تحطي فلفل اسمر، ولو عندك مرقه فوريه حطي، عندك مرقه مكعبات حطي براحتك خالص اهو. بصوا عايزه اقول لك بتخلي القلقاس جميل جميل جميل.
هنرجع تاني اهو نحمر الكزبره. بصوا يا حبايبي، هنزل بالقلقاس بالايه اللي انا قلت لكم عليها السلق، اللي انا ضربتها في الخلاط وشلتها فرستها، تاخد غلوتين مع القلقاس اهو. القلقاس كده بيبقى خفيف وجميل وطعمه تحفه. غير ما بتحمري بقى السلق مع الكزبره بيبقى تقيل جدا على المعده. بصوا حبايبي اهو، حطيت الكزبره اهي، كانت في الطاسه عشان ما اطولش عليكم الفيديو. حطيتها هنا بصوا اهي، تحفه تحفه تحفه. بتحمصي الكزبره تنزلي عليها بالقلقاس وبعدين تحطيها هنا. بصوا جميل جميل جميل، والريحه روعه روعه روعه. فاضل بس نغرف ونشوف، خليكم معايا. بصوا حبايبي، القلقاس وغرفته اهو، وعملت طبعا كان عندي رز اهو عملته، وعملت طبق سلطه. طبعا لازم السلطه دي يعني شرط اساسي، مفيده جدا في اي بيت، ومع كل اكله لازم تعملي طبق سلطه عشان نستفيد من السلطه عامه، تبقى شامله كل حاجه بقى، بصل، بقدونس، كزبره، خس، جرجير، كل حاجه ما خضره حطيها في السلطه عشان تفيدك وتفيد اولادك في البيت. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم متنسونيش في اول حاجه دعوه حلوه وشير ولايك وسبسكرايب، وربنا يكرم كل واحده بتخش تشجعني وتدعمني، وربنا كده يكتب لها السعاده والهنا ان شاء الله، ويجعلكم نعمه حلوه في حياتي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.